شاهدوا المفاجأة الكبيرة والصادمة التي هزت كل المغاربة. دنيا بطمة تعبر عن ندمها الشديد على ما فعلته وتقول: يا ليت الزمن يعود للوراء. أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو. حياة المشاهير غالباً ما تكون مليئة بالأضواء والشهرة، ولكن في بعض الأحيان تتحول هذه الحياة المبهرة إلى كابوس حقيقي. هذا ما حدث مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، التي وجدت نفسها خلف القضبان بعد تورطها في قضية أثارت جدلاً واسعاً. عندما تلتقي ابتسام بشقيقتها دنيا بطمة في السجن، تعبر الأخيرة عن ندمها الشديد على ما فعلته، وتتمنى لو كان بإمكانها العودة بالزمن إلى الوراء لتصحيح أخطائها. تعترف دنيا بطمة بأن هذه التجربة غيرت حياتها بشكل كبير. تحاول دنيا بطمة التمسك بدينها والبحث عن السكينة الداخلية من خلال الصلاة وحفظ القرآن والأذكار. تقول: أنا ولله الحمد ملتزمة بالصلوات وأحفظ القرآن والأذكار، ومنذ أسبوع بدأت بممارسة الرياضة واندماجي مع بعض السجينات. تجربة دنيا بطمة في السجن تعكس واقعاً مؤلماً يعيشه العديد من المشاهير وغيرهم عندما يجدون أنفسهم في مواجهة عواقب قراراتهم. هذه التجربة تبرز أن الشهرة ليست دائماً درعاً يحمي صاحبها، بل يمكن أن تكون في بعض الأحيان عبئاً يثقل كاهل صاحبها.